مشيتي؟ والله ما مشيت لحد الآن. تخيلي. خلاص يا زولا كده بعدين برجع لك. يلا خلاص يا زولا برجع لك بعدين. تمام؟ تمام؟ يديك العافية إن شاء الله. الله يا أمي. نعم يا ولدي. أنا عايزك في الموضوع. تفضل. الحاجة أنا قررت أسافر. سلمي يا ولدي تكل عن شنو؟ زي ما قلت لك بس عارف البلد دي إن ما فيها شغل أنا حسافر. يا هدي بلدنا يا ولدي تمشي كيفي؟ يا بلدنا ويا وطننا وزي ما تقولوا البلد أوطان، ده وطننا اللي قاعدين فوق. كيف تقول بدك تمشي يا ولدي؟ عيب الكلام ده ما تقوله. يا أمي الناس كتير تمشي ما تغير. الناس قاعد تمشي. احنا علينا بينافسنا دي، علينا بينافسنا دي. انت قاعد معانا هنا وديل اخواتك وانا وما عندنا زول غيرك، تمشي وين؟ يا أمي أنت شايفة الظروف شايفة الوضع هنا. بيمشي باذن الله، الوضع كله بيمشي وما بيحصل شيء. انت بس حط الرحمن ده في قلبك واقعد. انا الاغتراب ده اصلي ما بدوره. ليه يا أمي؟ ما هو الشباب بدي كله قاعد والله الاغتراب ده بيشيل منك وبيديك. وشفنا اللي قدامهم كلهم، الاغتراب ده ما بيديك لا بارد. الاغتراب ده في اللي بيشيل، في اللي بيديك وفي اللي بيشيلوا منك. واحنا يا هانا واخواتك تخلينا لانه تمشي. هو ذاته البيت ده تاني بيقعد لنا بعدين انت تمشي. أنا ما أخذت قرار خلاص. انت القرار يا ولدي بتاخده براك ولا معانا كلنا؟ ما احنا في النهايه ناس البيت صح؟ كده اسمعني اخلي رايي انا، اسال اخواتك ديل هل هم راضين بكلامك ده؟ انتوا عارفين اخوكم قال شنو؟ قال داري يسافر. تسافر؟ أقدر أسافر. محمد انت جاي قررت تسافر وتخلينا؟ لا أنا جد يا زينب. والله يا محمد يا اخوي ما في احلى من سوداننا ده، وبكره لما تطلع وتتغرب هتعرف الحاجه دي كويس. كيف يعني تسافر وتخليني يا محمد؟ أنا لازم أسافر. لا ما تسافر، تسافر كيف؟ أنا حسافر. أنا ولا بصراحة ما أسافر في البيت يعني. حاجة أنا قررت إني أنا حسافر. والله يا ولدي الكلام ده ما بيبقى، الكلام ده ما بيبقى، وبيتنا ده ذاته ما بيبقى لنا بعدين. انت بدك تمشي تخلينا يا محمد يا اخوي؟ انت لو معاه، انا تعبت فترت معاه والولد ده من الصباح بقنع فوق ويا هو مصر على رايه ده. حاجة. نعم أنا قررت كده أنا حسافر. يا محمد اسمع كلامنا يا بنات اتكلموا معاه. انا والله ما حبة ورثيني يا يقين. رايك شنو مش مسخالته؟ طوالي ولا اشتغل؟ اشتكنا لسوء شديد، وكمان اليومين دي مختفيه، انا ما عارفه ما مرتاحه، شكلي بتدبر لها في حاجه. صحادة نمشي؟ انا في يوم الجمعه. محمد أخوي. الو هاي يا محمد، احنا كويسين الحمد لله، كيف انت؟ يا اخي اصبر استني. الحمد لله تمام، امي كويسه كلنا كويسين. يا محمد أنا مشتاقة ليك. مالك شنو انت؟ يا محمد يا محمد كيف يا ولدي؟ ان شاء الله كويس. عليك الله عامل شنو؟ مالك قاطع الايامات دي؟ كيف عليك الله يا ولدي؟ وكيف الغربة معاك؟ يا محمد لا لا والله احنا كويسين، ما في اي عوجة. انت بس خلي بالك من نفسك ومن صحتك يا ولدي، ربنا يغطي عليك في بلد الغربة ان شاء الله. ليه كده؟ الحمد لله.
الحمد لله. بس تفضلي. انت كويسة، كيف عاملة؟ كيف ناس أمك؟ إن شاء الله كويسين؟ الحمد لله، الله يسلمك. تمام حبيبتي الحمد لله. تفضلي حبيبتي تفضلي. كيف يا بنتي؟ تمام والله الحمد لله. الله يديك العافية إن شاء الله. كلكم كويسين؟ كويسين والله. كويسين والله الحمد لله. كيف والله أخبارك يا جماعة؟ كويسين الحمد أنت لله. ما تجينا أصلا. أنت ما بتخلي اللوم الكثير ده شفتيها؟ يملك لوم والله قدم البنت هنا تسيب نفسها. ما تسويها البنت يا دوب جاية داخلة ما تشتغلي الناس مش جانا يا ابيض يا ضميرك شيش سريب بونه سريب شباب طيب تمام أو مو اتفقنا يا زلمة. وزيقة ترى قول عندك. أنا فرق كذا ترى ما نقدر. والزمر تجي ولا تجي؟ يلا. وين يا يلا؟ ولا هنا جلي؟ أنا رجع ما حسب. هذا يا كذا. لا ها. يلا. قصدي يلا. قصدي يلا. يلا يا حينا. لا 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 بس كده. كده عرفت يا جماعة. شنو؟ نوم ثقيلة. نازل؟ أنا جاي. أنت كده؟ يدرو؟ تجيكم معاه؟ هم أنا. قطيع. شباب لا أقول لكم حاجة. ترى أنا قررت أرجع السودان. أصلا ما مصدق. أصلا ما جاي. أنا جد ولا عايز أرجع السودان. يا زول ما قلت ما حترجع السودان، خلاك غيرت رايك شنو فجأة كده؟ أنا اتكلمت معاه ما عايز يسمع الكلام. يعني ما هو تأثر بينا أصلا ولا خدت لنا اعتبار. والله حاولت. أنا ما أعرف محمد نور لكن ما أعرف أعمل شنو. خلاص تعبت نفسيا والله. لو إن تحسي خلاص محمد حيمشي. ما يتكلمنا يا بنتي وحنحاول بهنا وبهنا ورفض. خلاص السفر بقى حقيقة يمشي ربنا يسهل عليه. نعمل شنو ما في يدنا في شيء ربنا يسهل عليه وبس بعد ده انتوا تدعوا له انه ربنا يسهل طريقه. خلاص يا محمد؟ والله يا ولدي اقول شنو بس بقى مكتوب علينا السفر يا ولدي. يلا يا ولدي الله يديك العافية والصحة ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ولدي وصلاتك. وابقى لما اتصل هناك اتصل علينا ورينا الحاصل عليك يحفظك ربنا يغذك عليك ان شاء الله يا ولدي. الله يديك العافيه يا ولدي والله ما دمنا الله يقويك ويسترك في الغربه يا محمد ولدي. حتمشي؟ خلي بالك من نفسك. يا محمد لا اله الا الله يا ولدي. الله يبارك. ما تنقطع مننا يا محمد خليك. يا بنتي كيف نخليك تاني؟ ما خلاص دعناك الله يا ولدي. الله يوصلك بالسلامة يا رب. الله يديك العافية يا ولدي. خليك على اتصال ودي ما تنقطع مننا. طريق السلامة يا ولدي. راضيين عليك وعافين منك يا ولدي. يا شباب أنا جد أرجع السودان بكرة إن شاء الله. الله لعب. أنت ما راجع معي. أنت يا محمد جاد وراي أصلا؟ لا بقول لكم شيء يا شباب، جد محمد ده كلام صار، جد البلد محتاج لنا، نحن لازم نرجع. أنت ما حاصل شنو؟ ما نقدر نعرف نفسيات مني ولا انزل. شكلك شيش. كيف انا بقول لك شيء؟ انا اللي جاي ماشي يعني. تمنع بقول لك ما وريتكم عندي لكم مفاجأة. فجأة محمد جاي. يا زلمة جاي 200.
يا ميمي تنحسي ما كان بيتكلم معاك اصلا قلبت ولا زول لكن انا خشمي اصيلة هي خشمة خفيف كده يا ما ان شاء الله ربنا يجيبه لنا بالسلامة بركة بركة يا اخوان الحمد لله ان شاء الله يجي بالسلامة. تخيلي يا خالته عم ابراهيم برضه جايبه اولاده ما كلهم شاء رايحين الله السودان ما ان شاء الله تبارك الله يا اخواني ما شاء الله والله بجد اخبار حلوه ان شاء الله ربنا يردهم كلهم يهو سوداننا ولازم الناس دي كلها مهما طال غيابها لازم ترجع للبلد والسودان اكيد احلى بناسه وباهله ربنا يرد كل مغترب لبلده ولوطنه Sudan juga. انا راجع معك انت كمان تمام جد يا شباب انا هرجع انا بجد البلد محتاج عليك العودة للسودان. سلامات يا وطن ساكن بالعصب والزاد. سلامات يا وطن ساكن بالعصب والزاد. نريدك بالسمع والشين وما بتنفاد. نريدك بالسمع والشين وما بتنفاد. وين ما نروح نرجع لك نتكرف تراب الشوق ترد الروح صباحات نتكرف